شيخ عشيرة بذاك الوقت، وعنده ذاك الوقت الأولي كانت العادات كلش قوية، وعنده رعيان، واحد من الرعيان عنده بنت حلوة ونادرة، حباها الشيخ، بس حبها وخايف رغم منزلته وشيخ عشيرة، بس خايف ما يقدر يحكي بهذا الشيء، يصرح بهذا الشيء، لأن مكانته ما تسمح له، شلون شيخ ياخذ بنت الراعي. المهم ظل خايف ومتردد بينه وبين نفسه فترة سنتين. ذاك اليوم جو الرعيان يركضون، شيخنا الحق قال لهم شكو؟ قالوا له بنت الشيخ قرصتها حية وماتت. العفو، بنت الراعي قرصتها حية وماتت. مشى فزع، لازم يحضر هو أول الناس. فجابوا التابوت شيعوا قدامه، هو ظل بعد مخنوق ما يقدر، ما حد يدري بيه. فلسان حاله يقول يا حسرة لو ندهوك وجنازة تلقيه، يا حسرة لو ندهوك وجنازة تلقيه، وانت البكي على هواك ما قادر عليه. الله يسلمك، الله يحفظك.